الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. حضرة الفاضل سيد ولي ولاية بورتو عريش الكريمة، ناهضة فاضل سيد رئيس المجلس الشعب الولائي في هذه الولاية، وسادة أعضاء الدار الأمنية، وسادة النواب في البرلمان بغرفتين، وكذلك المنتخبين من هذا الشعب الكريم، الحاضرين، سادة العلماء، ضيوف، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نلتقي للمرة الرابعة في هذه المدينة الكريمة، مدينة العلماء والمجاهدين. وقد بدأ المجاهدون، العلماء المجاهدون، الشيخ الحداد ولاية الشيخ الحداد، ولاية بشر القراني، مجاهد الأوائل الذين قاموا في وجه الاستعمار الفرنسي وأثبتوا باجتهادهم وباستشهادهم كذلك، أثبتوا وحدة الجزائر وانتمائها العربي الإسلامي، وتبعهم ثلاثة من العلماء، منهم المحتذى به الشيخ محمد العربي التباني الذي سنتكلم عنه في هذه المحاضرات، والشيخ الأحمدي، هذه الموسوعة كاملة في الأدب والتاريخ، الشيخ سموري، ومنهم كثيرون الحقيقة، ومن الأدباء والشعراء، المجاهد الشيخ عبد الكريم العكبون رحمه الله. إذن هنا هي ولاية ولود للفطاحل والعلماء والمفكرين، ولود كذلك للعاملين برجال الأعمال المستثمرين الذين تقدموا غيرهم في مختلف المناطق والنشاطات الاقتصادية والصناعية. نرجو لهم التوفيق والدوام. وإن هذا الملتقى أو هذه الطبعة الرابعة التي تعقد برعاية سامية من السيد رئيس الجمهورية هي في الحقيقة زيادة للتآزر والتآخي، وهذا بفضل السادة العلماء الذين شرفونا من سواء من تونس أو من ليبيا أو من الجامعة الجزائرية، ولهذه هذا الفكر والجامعة التي تحمل اسم الشيخ بشير إبراهيمي، يعني رفيق الشيخ عبد الحميد بن باريس. هذه الجامعة الفتية التي هي كذلك تحمل مسؤولية النهضة العلمية والنهضة العملية في قيادة المجتمع. وأنا منذ أكثر من 30 سنة وأنا أقول بأن المجتمع الذي لا تقوده الجامعة هو مجتمع لا يعرف الطريق أو لا يسير في الطريق الصحيح، ولكي يسير المجتمع في الطريق الصحيح يجب أن تقوده الجامعة. فالجامعة بأساتذتها وعلمائها وطلبتها هي تشكل أو ترسم الخط الذي ينبغي للمجتمع في تطوره وتحوله من تخلفه إلى التطور للتنمية، ترسم له الطريق وتساهم بأساتذتها وطلبتها
إننا نجتمع اليوم ونحتفل ولنا أصدقاء ومواطنون يجودون بأرواحهم كما جاءت المجتمع الجزائري بأرواح، كما جاءت الجزائر بأرواحهم. إخواننا الفلسطينيون الآن يكتبون بالنار العدو الصهيوني، وقل مؤازرهم، ولكنهم مصممون على الاتصال. وفي البيان الذي أصدره المجلس الإسلامي الأعلى في بداية هذه العملية، يعني منذ 7 أكتوبر الماضي، قلنا بأن الحرية لها ثمن، وثمنها هو الأرواح. الأرواح هي الوقود الذي يشعل الثورة ويسيرها، وهو الذي يضمن لها النجاح ويضمن لها النصر. وأعتقد أن الفلسطينيين ما داموا يجدون بأرواحهم في ثورتهم ولحركتهم فإن النصر سيكون حليفهم إن شاء الله. نرجو لهم النصر ونرجو لهم إن شاء الله أن يفوزوا باستعادة وبتحرير هذا المسجد الأقصى، ثالث الحرمين، أول قبلتين وثالث الحرمين، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعود، وإن الجهود الدماء التي سالت سواء في القديم أو في الحديث من أجل تحرير فلسطين هي الضمان لتحرير فلسطين إن شاء الله. وأرجو لهذا المؤتمر كامل النجاح، متميز للسادة العلماء المحاضرين أن يجدوا الأذان صاغية، وكذلك لجميع الحاضرين أن يستفيدوا من هذه المحاضرات الثرية والهادفة كما قلنا إلى الوحدة الدينية، إلى الوحدة الدينية، لأن اجتمعنا القلوب، إذا اجتمعت القلوب فإن الله سبحانه وتعالى وافق الذين اجتمعت قلوبهم على طاعته وعلى معرفته وعلى فهم دينه. نسأل الله العلي العظيم التوفيق.